سؤال، انت اذا تحس انه السنه انه هم مو على حق، او شلون ما تحسبهم حسابهم هم ما عندهم دين، يكرهون الائمه، يكرهون الرسول، ليش ما تحاربهم بالعراق؟ ليش ما تطردهم من العراق فرد مره؟ خذ انت اكتم المايك على مود تعرف الجواب. حاضر. اول بدايه، نحن نعمل تحت قاعده الوطن للجميع والدين للشخص. اليوم انت صابئي الك، ما من حق اذا انا قاعد بدوله صابئيه لان انا مو صابئي تطردني. فالدين للشخص والوطن للجميع. الوطن يتعايش فيه جميع المكونات، مسيحي، صابئي، سني، ملحد. كذلك لو كانت بلاد مسيحيه لازم يطردون المسلمين لانهم مو مسيح. هذا يدل على الضعف المقابل. من يستخدم هذه اللغه يدل على عجزه. فمن حق الشعب ان يكون للجميع، سني، مسيحي، صابئي. هذا مجرد حوار افكار، وكان النبي يؤمر به. النبي كان جاره يهودي ويحاوره، والنبي كان يرسل انصاره ان يلتجئوا للمسيح. قال اذهبوا الى بلد تجدون فيه الامان، يحكمه ملك النجاشي. ملك النجاشي يحكمه، ملك من ملوك النصارى. فإذا إحنا حوارنا هو حوار أفكار باللسان. أنا أدعي على حق بغض النظر السن يراني على حق أم على باطل. أنا أدعي، اعتبرني مدعي، ولازم السن يجي يناقشني. تعال أنت تدعي بحق، ترى عندك يا شيعي وحدة اثنين ثلاثة، برر لي. تعال، أنت عندك لطم وعندك طين وعندك هاي حسين ومصابة. تعال برر لي موقفك يا شيعي. خابصني خبص وكربلاء ومشاية. لازم أقول ها جاي تتجاوز على مالاتنا؟ شلون؟ اليوم يقول لي يابا عليك كيفك، انا رايد منك ادله بس، ما طلبت منك المستحيل. لا ما يصير تفجير تكبير يوم افجروا عز سلم. يقول هذه دلاله اللغه الضعيف. والعكس هو صحيح. انا من حقي اطالب من المخالفين انهم تطعنون برسول الله، والمسيح من حقه يطلب من المسلم، والمسلم حقه يطلب من الملحد، وهكذا نقاش الافكار لا اشكال فيها.